نتكلم بقى دلوقتي بالنسبه للماتش بتاع ليفربول وبورنموث، لان انا هتكلم بشكل كبير على ماتشات ليفربول وبورنموث بصراحه يعني. هو ليفربول كان بادئ الماتش بطريقه معينه، بس بصراحه فريق بورنموث فاجئني بالضغط العالي اللي كانوا عاملينه بالفرقه والتشكيل والمستوى العقلي والفكر والتكتيك اللي موجود في الملعب. بصراحه بتعبوا ليفربول جدا، خصوصا في الشوط الاولاني والشوط الثاني. يعني هو ليفربول لولا المجهود البدني بتاع بورنموث اللعيبه بدات تقع، ما كانش هيوصل للي هو فيه ده. على فكره ما كانش هيكسب النتيجه دي. ده كان رايي وانا بتفرج على الماتش. ليفربول قدر يكسب اتنين في الشوط الاولاني، بدايه الشوط الثاني وصل ل 2-0، وبعد كده حصل هبوط في الريتم بتاع ليفربول، وقدر بورنموث يستغل الفرص ديت ويعمل خطوره جامده جدا على فريق ليفربول، ويحقق يجيب جونين في وقت قصير ويوصل ماتش 2-2. وبعد كده بذكاء اللعيبه اللي موجوده في الملعب، ومن طبعا الجول الاخير بتاع محمد صلاح، قدر ليفربول يحول التعادل ده لفوز 4-2 بدون تدخل، معلش مع احترامي يعني لارن سلوت في اي حاجه. كانت مجهودات فرديه بشكل كبير. ارن سلوت لما غير، انا عارف ان جرافنبرخ مثلا ما بداش عشان خاطر مثلا كان واخد بطاقه في ماتش الكاس، او واخد كارت احمر في السنه اللي فاتت دي اخر حاجه، فما كانش هيبدا الماتش ده. بس احنا الماتش ده باين لنا فعلا اهميه جرافنبرخ في قلب التشكيله بتاع خط نص الملعب بتاع ليفربول. لاعب مهم جدا وفارق كتير جدا 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 مع الفريق. التشكيله في خط النص كانت معقوله لحد ما، وجود ماكليستر، كورتي جونز، وجود ماكاليستر و فيرتس، وعندنا اللي هو التالت اللي معاهم في الملعب في خط النص، مش فاكر كان مين. فالمهم الثلاثة اللي مع بعض اللي كانوا موجودين في خط النص في ماتش ليفربول كانوا هم اللي بيأدوا بشكل كويس. الاسم تايه عن دماغي يا جماعة. بس فالمهم مع الثلاثة اللي موجودين قدام، طبعا صلاح لا غبار عليه، هو طبعا كان متأثر بأول ماتش هيلعبه في الدوري في وسط الملعب، مع الحالة اللي كان فيها الملعب في الوقت ده في الحداد على دييجو جوتا، يعني كان في تأثير نفسي عليه في الوقت ده. والواضح طبعا وضحت الموضوع واللقطة في اللي حصل في آخر المباراة خالص، لما الفرقتين كلهم طلعوا، محمد صلاح طلعني موجود بيشجع مع الفريق مع الجماهير في قلب الملعب وبيحتفل، وحتى في الجول اللي هو جابه لما احتفل على طريقة دييجو جوتا، وحصل عملية البكاء منه اللي حصلت في آخر المباراة. التالت بتاع نص الملعب سوبوسلاي. دي كانت فيها توازن شويه، بس كان هتبقى افضل من كده لو احنا شلنا سوبوسلاي وحطينا جرافنبرخ. وسوبوسلاي كان في الوقت ده ممكن ينزل مكان ماكاليستر لو احنا هنبدل، او ينزل مكان فيرتس. ماشي تمام. فلغايه الدفاع كان في مشاكل بعض الحاجات في الدفاع عند ليفربول، بس هتتعوض مع وجود جرافنبرخ، ده رأيي، مع وجود بعض المدافعين الجداد اللي هيبقوا في منهم ناس جت من الدوري الإيطالي والكلام ده كله. هتفرق مع اللعيبة، هتفرق مع الفريق كتير. معلش حتة جوميز لما نزل باك يمين هو حب يقفل، ونزل اندو برضه حب يقفل. فكان في بعض التغييرات الخطأ اللي حصلت في الماتش أدت إلى سير الماتش يمشي بالطريقة اللي احنا شفناها ديت.